دي أبشع حلقة تقريبا في تاريخ القناة هنتكلم عنها النهاردة. تخيلوا معايا إن في أم مسكت ولادها ال3 غرقتهم في المية بإيديها، والولاد كانت بتصرخ من الرعب وبيندهوا على أبوهم يلحقهم، لكن أبوهم كان بيتفرج عليهم وهو مستمتع وبيصورهم كمان. وبعد ما الاتنين دول قتلوا أطفالهم كانت المكافأة عربية وسفر لبره مصر. أهلا بيكم في حلقة جديدة من سجل إجرامي، معاكم سامي. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ويلا بينا نعرف حكاية سفاح المرج. سنة 2010 خلص أحمد عبد القادر دراسته في الدبلوم وكان عنده 22 سنة، وعلشان ظروفه المادية اللي كانت صعبة جدا ما كملش تعليم وراح واشتغل عامل أمن في مترو الأنفاق. وطبعا لأن مرتبه كان قليل بسبب الشهادة كان دايما مسيطر عليه حب الفلوس والثراء السريع. وبعد فترة اتعرف على سيدة اسمها هالة وكانت غنية وأكبر منه بحوالي 15 سنة ومطلقة من جوزها ومعاها شوية فلوس. وواحدة واحدة نشأت بينهم علاقة، وأحمد بقى كل حاجة ليها في الحياة علشان بعد شهور يفاجئ عيلته بأنه هيتجوزها، فنصحوه بأن سنها كبير والفرق المادي بينهم مش مناسب، لكنه صمم على رأيه وفعلا اتجوزوا في شقتها التمليك. وهالة وعدته إنها هتصرف على البيت وهتساعده. بتمر السنين وأحمد بيكتشف إن مراته ما بتخلفش وضحكت عليه، وهو كان نفسه يخلف ويبقى أب، وده سبب خلافات كبيرة بين الاتنين. وهو كان كل شوية يهددها إنه هيسيبها، ولأن هالة كانت بعيدة عن أهلها وملهاش حد ما قدرتش تبعد عنه، وحاولت من وقت للتاني تديله فلوس وتجيب له هدايا ولبس وأي حاجة هو محتاجها، ولكن ده ما كانش كفاية بالنسبة له. ولما هي خافت انه يسيبها او يطلقها علشان الخلفة كلمته وقالت له اختار بنت واتجوزها وعيشوا انتوا الاتنين في الشقة بتاعتك في بيت اهلك. وقتها احمد ما صدقش واتبسط جدا وما دورش على عروسة كتير، لانه كان معاه في المنطقة بتاعت اهله بنت اسمها ايمان وفي نفس سن، ولكن لما تقدم ليها اهلها رفضوا لانه ما كانش بيشتغل في حاجة ثابتة ولا معروف هو بيجيب فلوسه منين. ولكن ايمان قررت تخسر اهلها وقطعت علاقتها بيهم والدنيا كلها علشان تتجوز أحمد. وبعد ما اتجوزوا قعدوا في شقته في بيت العيلة، وطبعا أحمد ما قالش لإيمان إنه متجوز من هالة وخبى الموضوع تماما حتى عن أهله. بعد 4 سنين من جوازهم خلفت إيمان بنتين هما ملك وجنى. وكطبيعة أغلب بيوت العيلة حصل خلافات قوية بين والدة أحمد وإيمان، وكانوا كل شوية يتخانقوا وأحمد يصالحهم على بعض، لحد ما في مرة حصل خناقة شديدة جدا ووالدته طردته هو وإيمان وأطفالهم من الشقة. وقتها ما كانش عندهم بيت يروحوه لأن إيمان متخانقة مع أهله وما كانش عندهم القدرة المالية يأجروا شقة، فاضطر أحمد ياخدها هي والبنات ويروحوا لمين؟ يروحوا لهالة. وهناك إيمان عرفت إنه متجوز منها واتضايقت جدا، لكنها في النهاية رضيت بالأمر الواقع بدل ما يترموا في الشارع. وبعد كده راح أجر شقة في منطقة المرج وعاشوا هما ال3 مع الأطفال هناك. ولأن أحمد كان عنده قدرة على الإقناع أوهم إيمان إنه ما بيحبش هالة، هو بس محافظ على جوازهم لأنها بتصرف عليه وقريب قوي هيخليها تجيب له شقة تمليك وميكروباص يشتغل عليه وهيطلقها نهائي. وطبعا لأن الطمع بيعمي الناس إيمان صدقته وكملت في حياتها معاه. ولكن مع الوقت نار الغيرة سيطرت على هالة بسبب الخلفة وإنها مش بتحمل. يعني مرة تتخانق مع إيمان على أسباب تافهة، مرة تضرب الأطفال وتشتمهم وتعملهم وحش، مرة تقول لأحمد يرجع إيمان في شقته في بيت العيلة، ولما كان بيرفض ويحاول يوصل معاها الحل كانت بتقول له إن المصاريف كتيرة والحياة بقت غالية. وواحدة واحدة كانت بتضيق عليهم وتخنقهم وبتستغل إنها اللي بتصرف، وأحمد قاعد من غير شغل ولازم يكون في فلوس علشان يصرف على إيمان وبناته. لحد ما في مرة هالة قالت له إنها هتجيب له ميكروباص تمليك يشتغل عليه بدل ما هو مش لاقي شغل عدل، ولكن كان عندها شرط إنه يخلص على بناته. وقتها أحمد استغرب طلبها وقال لها ليه بتقولي كده؟ ساعتها لعبت في عقله وقالت له إن البنات دول مش بناته وإنها هي بتخلف عادي، لكن ضحكت عليه وما حبتش تعرفه إن العيب منه هو، وأكدت له إن إيمان جابت البنات دي من راجل تاني. وطبعا لأن أحمد ما كانش متعلم كفاية والطمع بيجري في دمه وبيصدق كلام هالة، بقى بيضرب مراته وبيضرب بناته وبيعملهم وحش. ومن كتر زن هالة عليه وافق وبدأ يفكر في الجريمة. وهالة أقنعته إن يخلي إيمان تخلص من البنات بنفسها لأنها جابتهم من أب تاني. وبعد ما حط الخطة مسك إيمان ضربها هو وهالة
وضرب البنات الصغيرة، وبعدها خدها في الأوضة وقال لها إنه شاكك فيها وإنها بتخونه والبنات دول مش بناته. وطبعا إيمان كانت شخصيتها ضعيفة ولا تملك أي حاجة في الدنيا وملهاش أهل ولا حد يصرف عليها، وتحت ضغط رهيب منه قال لها إنهم لازم يقتلوا البنات. فطبعا هي رفضت كلامه، فقام هددها انه هيطردها في الشارع، لحد ما هالة تدخلت في الكلام وقعدوا يخططوا للجريمة سوا. ويوم الجريمة سحبت إيمان ملك بنتها وكتفتها وكتمت صوتها، وقامت داخله الحمام اللي كان جواه برميل ميه كبير وحطت فيه ملك وغرقتها لحد ما ماتت. وعلى الناحية التانية كان أحمد وهالة واقفين بيصوروا الجريمة ببشاعة. وبعد ما الأم قتلت البنت الأولى جابت جنى وغرقتها بنفس الطريقة. وبعد ما خلصوا بدأوا يفكروا إزاي هيخلصوا من الجثث، ووصلوا الحل إنهم الأول لازم يشوهوا الجثث علشان ما يتعرفش عنهم أي بيانات. فنزل أحمد بكل جحدان الدنيا وجاب مادة كاوية وحط جثة كل بنت في كيس بلاستيك كبير ودلق عليهم المادة الكاوية وسابهم لفترة. وبعد كده راح جاب شنطتين سفر كبار وحط فيهم الجثتين ورماهم في الصرف الصحي. وبعد ما رجع تاني للبيت هدد إيمان بإنها لو اتكلمت عن الجريمة هيسلم الفيديو لاسم المرج ويسجنها. ولحسن حظ المجرمين الثلاثة الجثث اتحللت بسبب المادة الكاوية والصرف الصحي كمان، والجريمة محدش خد باله منها والدنيا مشيت. وبعد الجريمة بفترة بسيطة هالة جابت الميكروباص لأحمد، ولكن هي ما كانتش عايزة إيمان تعيش معاهم، فبدأت تخطط إزاي تخلص منها. وفي وسط ده فجأة إيمان لقت نفسها حامل في ولد. وقتها أحمد فرح لأنه كان نفسه يخلف ولد، وبدأت إيمان تفكر في إنها تعيش حياة كويسة وتحافظ على الولد وجوزها وما تكررش غلطة الماضي. ولكن هالة ما كانتش مبسوطة، فجابت أحمد وقالت له أنا هسفرك بره مصر تشتغل في الخليج وتعمل فلوس. وعلشان تقنعه بده اديته فلوس كتيرة وخلته يخلص أوراق السفر والحجز وغيره. وأحمد فعلا بعد ما خلص الإجراءات وكله بقى جاهز قبل السفر بكام يوم سأل هالة مين هياخد باله من الولد ومراته، فقالت له مش هتسافر إلا لما تموت الولد. وقتها أحمد من طمع وافق، وكان وقتها مراته لسه مخلفها بقالها حوالي 10 أيام. فجابوا إيمان وعرضوا عليها الفكرة لكنها رفضت، فهالة مسكتها وضربتها وحلقت شعرها وعذبتها. وتحت ضغط شديد إيمان جابت الطفل الصغير وغرقته في البانيو. وهالة المرة دي كانت واقفة بتصور ومبسوطة ومستمتعة بالجريمة البشعة اللي بتحصل. وبعد كده عملوا نفس القصة، جابوا كيس كبير ومادة كاوية وحطوا الطفل جوه الكيس ولفوه، وبعدها راح الأب ورمى الطفل في الصرف الصحي. ولأن هالة كانت بتكره إيمان بشكل جنوني فضلت هي وأحمد يعذبوها ويكهربوها ويحلقوا شعرها ويضربوها بكرباج. وما اكتفوش بكده وبس، دول كمان منعوا عنها الأكل والشرب. ومن قوة قلوبهم أحمد في مرة جاب سرنجة وملاها كلور وحقن إيمان في شبكية عينيها فاتعمت وما بقتش تشوف نهائي. وعلشان مفيش جريمة كاملة البيت اللي كانوا عايشين فيه هم التلاتة في سيدة اشتريته وبدأت تخبط على كل شقة علشان تشوف العقود وتتفق معاهم على الإيجارات الجديدة. وصاحبة البيت لما خبطت على أحمد بدأت تسأل أنت مين وعقدك قدامه قد إيه، واتفاجئت بان احمد مقعد مراتاته الاتنين معاه في الشقه. ولان صاحبه البيت كانت شافت ايمان قبل كده من فتره كبيره ومعاها بنتين صغيرين سالت عليهم هم فين وليه مش بتشوفهم. فهالة قالت لها ان هم عند جدهم وجدتهم كام يوم. ودار حوار حوالين العقد لحد ما الحوار ده فجأة وقف لأن باب أوضة من الأوض اتفتح وشافت صاحبة البيت إيمان وهي كفيفة ومش شايفة، وجريت عليها وقالت لها الحقيني دول قتلوا ولادي وعذبوني. وقتها صاحبة البيت عملت نفسها ما سمعتش حاجة وبصت في العقد واتكلمت معاهم طبيعي، وبعدها نزلت فورا على اسم المرج وبلغت باللي عرفت. بسرعة جت قوة من الاسم وقبضوا على التلاتة وبدأ التحقيق معاهم وتعرفت كل تفاصيل الجرائم البشعة. وبعد سلسلة كاملة من التحقيقات النيابة وجهت ليهم تهمة القتل العمد. وبعد 3 سنين من المحاكمات أصدرت محكمة الجنايات حكمها بإحالة أوراق التلاتة لمفتي الجمهورية. شكرا ليكم وما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناة واستنوا حلقاتنا اللي جاية.